كوتش حسين ان شاء الله بدنا اياك تساعدنا بكأس العالم ب 2026 ان شاء الله. إبراهيم دياز سرقتموه من إسبانيا. لم نسرق أحد. لأنهم يبقوا مغاربة، يبقوا عندهم أصولهم مغرب. المنتخب المغربي الآن عنده يعني ذات تعداد بشري كبير ممتاز في المستوى العالي. اليوم في المغرب حقيقة شفنا جماعيا منتخب ممتاز جدا يعني. السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير ومرحبا بكم في فيديو جديد. ملك الأردن يهدي وسام للأسد المغربي الحسين عمودة وللاعبي الأردن، ويطلب من الحسين عمودة البقاء ومساعدتهم من أجل كأس العالم 2026. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بس حبيت أقول لكم كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم، وقديش أنا والشعب الأردني فخورين فيكم. أنتم دخلتوا قلوب كل الأردنيين والعرب، فأنا بس حبيت أشكركم. اللي أنتم عملتوا بقطر إشي بيرفع الراس. واجبنا اليوم إنه نوقف معكم، وكل الدعم مني ومن حسين ومن علي. كوتش حسين ان شاء الله بدنا اياك تساعدنا بكأس العالم ب 2026 ان شاء الله. انا بدي المعنوي يكون عالي جدا. المباراة اليوم مع باكستان بكره فان شاء الله خير. حبيت كمان اشكركم على الاخلاق، لانه انا اول مرة بشوف فريق لما العلاقة بينكم وبين الجمهور، بينكم وبين الشعب الاردني، ضلكم زي هيك. انتم رفعتوا رؤوس كل الاردنيين، وأنا بس بالنهاية فخور جدا جدا. فما شاء الله نشامة المعنوية عالية إن شاء الله باستمرار. واجبنا أن نوقف معكم ونعطي لكم كل الدعم، وأي شيء بدكم منا نحن جاهزين. فالله يعطيكم العافية. شكرا كثير. ما شاء الله على الأسد المغربي الحسين عمودة والطاقم المغربي اللي علّوا راية المغرب. وتحية للأردن ملكا وشعبا. فما تنسوش دعموا الفيديو بجيم باش تبلغوكم ودير الناس الآخرين. اكتبوا لي الآراء ديالكم في التعليق. نمر الآن إلى حوار حار، حوار شيق بين جزائري وتونسي ومغربي على أداء المنتخب الوطني المغربي مع لاعبين جدد انضموا إلى تشكيلة وليد الركراكي، ومع لاعبين شباب موهوبين أيضا، أبرزهم هو إبراهيم دياز سرقتموه من إسبانيا. لم نسرق أحد. إبراهيم دياز مغربي، أصوله مغربية، من جد مغربي، اسمه إبراهيم عبد القادر، وليس هذا هو الاسم الأول، بعده دياز، وبالتالي هذا مغربي من أصول مغربية. تحدثنا كثيرا في العديد من المرات في فرانس 24 على سياسة جامعة كرة القدم في استقطاب اللاعبين مزدوجي الجنسية، وقلنا بأنها هذه الاستراتيجية هي استراتيجية فريدة من نوعها، حيث أن جامعة كرة القدم تربط اتصالها المباشر بالآباء، بالعائلة. العائلة لها دور كبير في استقطاب اللاعبين. هذا لا يعني أن جامعة كرة القدم لا تركز على العمل بشكل احترافي، على العكس من ذلك. هناك مستقطبين مغاربة عدد في أوروبا، هناك حوالي 400 لاعب كرة قدم في أوروبا من مزدوجي الجنسية في مختلف الأعمار، وبالتالي هناك تواصل بشكل مبكر مع اللاعبين، يعني في الفئات العمرية الصغرى. هناك تتبع، هناك تواصل مع العائلة، هناك تسويق لمشروع الرياضي بالمغرب، المشروع الكروي. وبعد كأس العالم وصول المغرب إلى نصف النهائي كان on a dit que le projet sportif marocain est plus attractif، أكثر جاذبية. المشروع أصبح جذاب الآن، أصبح أكثر جاذبية، وبالتالي هناك لاعبين لا يترددون في القدوم إلى المنتخب المغربي. إبراهيم دياز، إلياس بن صغير كذلك لاعب موناكو، لاعب موهوب. شاهدنا في المقابلة الودية الأخيرة أمام أنغولا كيف أنه انسجم بشكل كبير على غرار دياز. كذلك هناك لاعبين قادمين بقوة، إلياس أخوماش. هناك كذلك لاعب الظهير الأيسر لرديف ريال مدريد بالخديم، يوسف بالخديم. وبالتالي بعد كأس إفريقيا للأمم خيبة أمل، خيبة كبيرة. لكن اليوم
كل التركيز على كاس افريقيا المقبله التي ستقام بالمغرب في 2025. الان المشروع انطلق من اجل البحث عن التتويج بهذا اللقب، انطلق بتصور جديد برؤيه جديده، على الرغم من انه مشروع قديم. هناك استمراريه، هناك تجديد الثقه في الناخب الوطني وليد الأركراكي، لكن بتصور جديد برؤيه جديده، ضم لاعبين جدد، والاكثر من هذا الكل يعني مسؤول ويضع نصب اعينه التتويج بهذا اللقب، وهذا ليس بالامر سهل، يتطلب عمل وتخطيط وتصور جديد. تنظن بان جامعه كره القدم اليوم يعني سخرت كل الامكانيات من اجل استقطاب ابرز اللاعبين الان الكره في مرمى وليد الأركراكي، من اجل يعني ايجاد الحلول والتوليفه من اجل خلق الانسجام ما بين اللاعبين القدامى والجدد، وتطوير مستوى المنتخب الوطني، وخصوصا طريقه اللعب التي من المفروض ان تتطور اكثر، تكون اكثر هجوميه، تتناسب مع الامكانيات اللاعبين الكرويه، واقصد بالذكر اللاعبين الجدد ابراهيم عبد القادر والياس بن الصغير واللاعبين الاخرين. تماما، سأعود اليك بالطبع. ايمن لمين الآن نتحدث عن، صحيح تحدث أيمن عن جاذبية ربما أكبر أيضا للمشروع المغربي، ولكن الآن وصلنا طال هذا المشروع لاعبين يكونون في أكبر الأندية. تحدث عن دياز مع ريال مدريد ومع برشلونة، الشاب بن صغير مع موناكو، لاعبين يعني ممكن بسهولة أن يلعبوا في السنوات المقبلة مع إسبانيا أو مع فرنسا. لا صحيح، واش قال الاخ ايمن عنده الحق. المشروع تاع كرة القدم المغربية صافي منذ سنوات، ولكن طبعا هو منذ سنوات، ولكن ربما النجاح في كأس العالم ساعد كي يكون أكثر جاذبية الآن. يعني عندما تصل إلى نصف النهائي أفضل من إسبانيا، أفضل من البرتغال، أفضل من بلجيكا، أصبح هو على كل حال تقريبا نفس الأمر فيما يخص الجزائر ولا تونس، في انتظار تكوين اللاعبين في البلد، في انتظار تكون عندك بطولة مستوى عالي، في انتظار تقدر تبروفيتي، يعني كما نقولوا تاخذ بزمام الامور. عندك لاعبين تروح تحاول كيفاش لانهم يبقوا مغاربه، يبقوا عندهم اصولهم مغربي، وكاين الخيار كما قلت العائل، كاين الخيار الرياضي في بعض الاحيان والخيار لافيكتيف يعني، وهذا شيء جميل. المنتخب المغربي الان عنده يعني ذات تعداد بشري كبير ممتاز في المستوى العالي. الان دائما نفس المشكل، احنا عندما نلعبوا في افريقيا، والدليل اخر كاس افريقيا، كل الفرق العربيه وحتى بالتعداد تاعها وبالخبره تاعها وكذا، الدور الاول ولا الدور الثاني ولا ما راحتش يعني الى بعد، لان الظروف والكره مش نفس الشيء. ولكن في كاس العالم شيء جميل، لانه المستوى العالي، الملاعب كذا، اللاعبين هذو راح يتالقوا بطبيعه الحال. حتى في كاس الامم الجايه اللي في المغرب اللي حتجرى في ظروف ممتازه، كلش كاين يعني الاحسن راح يفوز، يعني ما كاش مشكل. ولهذا نظن انه الفريق المغربي في اتجاه صحيح، وخاصه انه اكبر حاجه اللي دارتها مليح للجامعه هي منحات وليد الأركراكي، خلات لا كونتينيتي يكمل. استمراريه مهمه جدا على صعيد تماما على صعيد الاداره الفنيه. المشروع فيه اخفاقات وفيه دي زوبجيكتيف انترميديار، ولكن لازم تخلي الناس تخدم الى تروح لابعد النقطه اللي هي كاس افريقيا ان شاء الله، وهارد لك للمنتخب المغربي، خاصه طبعا كاس افريقيا التي ستقام في المغرب عام 2025. واعتقد انه نجاح تجربه اشرف حكيمي مع المنتخب المغربي مهدت الطريق، فتحت الطريق، لأنه أشرف حكيمي كان لاعب دولي في المنتخبات الشبان الإسبانية، وهو لاعب كبير باسم عالي جدا، يعني بين الأفضل في منصبه في العالم. نعم، في ريال مدريد، ثم ذهب إلى ألمانيا، ثم في إيطاليا، ومن إيطاليا جاء إلى باريس سان جيرمان. يعني أشرف حكيمي يعود له الفضل الكبير، لأنه كان نجما كبيرا، وكان يمكن أن يقتلع مكانه بكل سهولة في المنتخب لاروخا الإسباني، ولكنه خير المغرب. كانت رسالة قوية، كانت استقطاب كبير جدا من الجامعة الملكية المغربية. وأنا أعتقد تواجد أشرف حكيمي هو نقطة الجذب الرئيسية المركزية، من أجل أنه تعرف هؤلاء الجيل الثالث من الهجرة يعيشون في أوروبا، ولدوا في أوروبا، تعلموا أبجدية كرة القدم في أوروبا، حتى الانتماء للوطن الأم ضعيف، ولكن عندما يكون هناك مشروع رياضي وتحركه العاطفة والانتماء الروحي للبلاد للوطن، وتصبح العملية سهلة. واعتقد أن المشروع المغربي
متكامل الآن بشكل كبير، وننتظر نتائج ما أقوى، لأنه حتى على المستوى الرياضي النتائج كانت عنصر جذب. النجاح المغربي في المونديال القطري شكل عنصر جذب وإغراء جميل جدا لكل اللاعبين. يقول لك لما لا، أنا يمكن أن ألعب مع المغرب وأنجح. إضافة لوش قال عبد السلام، هو أنه حتى الآن في الفئات الشبانية المنتخب المغربي، انا شفت الاوديسات ولا الاي 20 في الاقل من 20 و 17 سنه يستقطب لاعبين من اوروبا ولاعبين ممتازين في مستوى لا باس به. شفت انجلترا المغرب مقابله في مستوى عالي، لاعبين لا باس بهم. حتى الشيء الجميل هو لا كونتينيتي تاع المدربين، كاين ستابيليتي في الاطقم الفنيه تاع المنتخبات الشبانيه في المغرب، شيبا وسعيد المدربين هذو اللي راهم يكملوا العمل. ولهذا حتى تغير اللاعبين، لانه المشكل المنتخبات هي لا ستابيليتي تكنيك للمشروع الرياضي، الاستقرار الفني في المشروع. لانه اللاعبين الان عندما يلعبوا مع المنتخب في 17 اقل من 19 او 20 سنه باكثر سهوله يجوا للمنتخب الاول. عمر يعني حتى فنيا الإضافة سوف تكون كبيرة. يعني الياس بن صغير مثلا نلاحظوا اللي في كأس أفريقيا الأخيرة المنتخب المغرب لقى مشاكل وقت اللي ما لقاش بوفال، يعني كانت إصابة بوفال وإصابة أيضا زياش يعني على الأطراف، كان لقى مشاكل كبيرة. الياس بن صغير لاعب ممتاز جدا، لاعب كان صعد إلى فريق الأكابر في موناكو في فترة كان فيها ضغط كبير، ضغط نتيجة، يعني لاعب فرض نفسه في وقت كان فما ضغط في فريقه. إبراهيم دياز يعني لاعب اللي أعطاه توازن في وسط ميدان المنتخب المغربي، وهذا كانت زادة مشكلة المنتخب المغربي في كأس أفريقيا. كان حقيقة كانت فما مشكل يعني عند افتكاك الكرة ولا عند ما يخسر الكرة، إعادة التمركز. إبراهيم دياز يمكن الإضافة متاعه تكون في النقطة هذه. نعم، إضافة أعود إليك أيمن. إضافة إبراهيم طبعا إلى المنتخب المغربي مهمة جدا. ربما هذا يثير بعض الحساسيات، رأينا هناك ربما إشكال حصل مع زياش. هل بدأ اللاعب الجديد دخل الآن وفرض نفسه كأحد كيف نقول زعماء المنتخب التشكيلة؟ لا صحيح، يعني ماذا حصل؟ لإشارة بخصوص أشرف حكيمي. أشرف حكيمي اختار اللاعب للمنتخب الوطني المغربي منذ الفئات الصغرى، وهو ترعرع في الفئات الصغرى للمنتخب الوطني المغربي. لم يسبق له اللعب مع المنتخب الإسباني في الفئات الصغرى. هذا للتوضيح فقط. نعم. الاختيارات بخصوص المغاربة العالم ليس هناك، بالعكس المغاربة عندهم ارتباط وثيق بالجذور، وهذا كان خيار زياش، خيار نصير المزراوي لاعب بايرن ميونخ، والعديد من اللاعبين يقولون بأننا نختار خيار القلب، يعني ليس فكر أكثر ما هو اختيار لمشروع رياضي. يعني بمعنى عفوا يعني اختيار القلب أيضا هو أكيد. اعتدنا على أن نرى لاعبين من أصول إفريقية يختارون المنتخبات الإفريقية بعدما يكونوا قد فقدوا الأمل باللعب مع منتخبات أوروبية كبيرة كفرنسا، إسبانيا نعم. أو بلجيكا. هنا خيار القلب هو العكس، يعني عندما يختارون المنتخب الإفريقي كخيار أول. ولكن تحديدا أيمن عن الإشكال الذي حصل بين زياش ودياز، ماذا حصل تحديدا ولماذا؟ لا اليوم إبراهيم دياز يعني تم قدومه إلى المنتخب الوطني المغربي بتصور ومشروع رياضي، وبالتالي إبراهيم دياز يعني اليوم يأتي إلى المغرب وفق تصور ومشروع رياضي وله دور في هذا المشروع. وبالتالي لاحظنا بأنه تم الاعتماد عليه بشكل رسمي في أول مباراة، لم يدخل كاحتياطي، دخل مباشرة في صلب الموضوع. يعني تم وضعه كصانع ألعاب، لاعب حر، يعني إمكانيته الكروية هائلة تخول له اللاعب وفق العديد من الأنظمة. اللاعب كذلك له سرعة في قراءة اللاعب، اتخاذ القرار، سريع في المراوغة، يمكن أن يراوغ في مساحات ضيقة، يعطيك حلول عندما يضغط الخصم عليك. وبالتالي لاحظنا لاعب متكامل. المنتخب الوطني المغربي كان ينقصونه هذا اللاعب، بالعكس ليس هناك خلاف كما تم الترويج له مع زياش او مع لاعبين اخرين. ابراهيم عبد القادر دياز انسجم بشكل كبير منذ البدايه في التدريب في المعسكر. لاحظنا هناك تحاور داخل الملعب مع اشرف حكيمي وحكيم زياش، وبالتالي هناك انسجام اولي مهم. يعني ولاحظنا النقطه المهمه بالنسبه لي، وهو ان ابراهيم عبد القادر دياز او الياس بن صغير
يعني فضلوا الحلول الجماعيه خلال المقابله عن الحلول الفرديه. نعم. وبالتالي لاحظنا هناك رغبه في اللعب جماعيا وبناء اللعب والهجوم، وليس هناك رغبه في تمام. هذه نقطة مهمة جدا، يعني اللعب الجماعي، الفردية. اختاروا لاعبين لديهم مهارات فنية عالية. عامر أيضا التحقوا بالمنتخب المغربي، ربما هذه نقطة أيضا مهمة جدا. طبعا يعني في كرة القدم نحن نقول دائما يعني الكرة تنتقل أكثر بسرعة من اللاعبين، يعني ما ينجمش لاعب يفوت الكرة في قوة السرعة. دونك لما يكون الحلول الجماعية هذا يخلق أكثر توازن وأكثر، يعني المجموعة ممكن تعيش أحسن. يعني شفنا منتخبات كانت فيها نجوم كبار لكن ما تكونش بالقوة اللي لازم تكون بها. هذا يعني يرجع للعامل الجماعي. اليوم في المغرب حقيقة شفنا جماعيا منتخب ممتاز جدا يعني. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني المغربي. الى هنا سنينا فيديو الاخوان، نتمنى ان عجبتكم. فما تنساوش دعموا الفيديو بجيم باش بالغوكوموندي الناس الاخرين، كتبوا لي الاراء ديالكم في التعاليق، وتهلاو في راسكم، تهلاو في والديكم. علمونا. سيكون علمنا المغربي الأحمر ذو النجمة الخضراء محفوفا